أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 102 من عناصر تنظيم الإخوان ب5 محافظات، متورطين بالاعتداء على رجال الشرطة والقضاة وكذلك استهداف المنشآت الحيوية للدولة. وأوضحت الداخلية في بيان لها أن المتهمين اعترفوا باستهداف عدد من المركبات الحكومية والضلوع في تفجير عبوات ناسفة منشآت حيوية. في إطار المتابعات الأمنية المتلاحقة للإرهاب وعناصره، تمكن قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، الأمن المركزي، مديريات الأمن، من رصد وضبط 102 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ب5 محافظات، متورطين في ارتكاب العديد من الوقائع والأعمال الإرهابية باستهداف رجال الشرطة والقضاة والبنية التحتية من أبراج الضغط العالي ومحطات ومحولات الكهرباء ومرفق هيئة السكة الحديد ومرفق المياه والمنشآت الحكومية، وذلك على النحو التالي: محافظة الجيزة، ضبط 2 من أعضاء لجنة العمليات النوعية الإخوانية بمنطقة الطلبية من المتورطين في محاولة اغتيال معاون مباحث قسم شرطة الطلبية، اعترف باطلاعهم وآخرين بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة الاغتيال، حيث قام برصد الضابط وتتبعه مستخدمين دراجة بخارية عقب مغادرته قسم الشرطة متوجها لمحل إقامته، وقيامهم بوضع عنصر رصد بمنطقة الطلبية تحسبا لقيام الضابط بتغيير خط سيره على أن يقوم 2 من المتهمين بالانتظار بجوار منزله لتنفيذ الواقعة، وقصدوا من تلك المحاولة الفاشلة إرهاب قوات الشرطة وإثنائهم عن أداء واجبهم في مكافحة الإرهاب.